أصدر الترجي الرياضي التونسي مساء الاثنين 17 من مارس 2025 بلاغاً عبر من خلاله عن شديد استغرابه من دعوة يوسف البلايلي للمثول أمام مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بحسب نص البلاغ. وقال الترجى في بلاغه: لأول مرة في هذا الموسم تعتمد الرابطة الوطنية لكرة القدم على اللقطات التلفزية لاتخاذ قراراتها، وقامت بالتالي بدعوة مهاجم الفريق يوسف البلايلي للمثول أمامها، كما أن الرابطة تغاضت على كل الحركات السابقة التي قام بها العديد من اللاعبين من أندية أخرى، ولم تتخذ أي إجراء في شأنهم، لا بدعوتهم للمثول أمامها ولا بمعاقبتهم. واعتبر الترجي في البلاغ أن دعوة يوسف البلايلي تعد سابقة خطيرة من هذا الهيكل، وتؤكد سياسة المكيالين التي تتعامل بها الرابطة مع الأندية التونسية، مشددا على أنه يعبر عن شديد استغرابه من القرار الذي اتخذته الرابطة الوطنية لكرة القدم، والمتمثل في استدعاء لاعبه يوسف البلايلي للمثول أمامها، والحال أنها غضت الطرف عن حركات سابقة عديدة ومتعدده قبل وبعد عهدتها. وقال الترجي أن الرابطة اختارت بمثل هذه القرارات وسياسة المكيالين في التعامل مع الأندية أن تؤثر على النتائج وعلى استحقاق الأندية في أروقتها، ولا أن تترك الفصل فوق الميدان. واعتبر الترجي الرياضي أن اتخاذ القرارات من هذا مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بطريقة التصويت من طرف أعضائه هو إجراء ينمي رحى الانتماءات والحسابات الضيقة، ويجعل قرارات الرابطة تصب في صالح فريق على حساب الآخر وفقا لما جاء في البيان. وختم الترجي الرياضي التونسي بلاغه بالتأكيد على رفضه التام على أن تكون معاملة الرابطة معه ومع لاعبيه خاصة تختلف عن معاملة هذا الهيكل مع الأندية الأخرى ولاعبيها، ويستنكر بشده قرار دعوة يوسف البلايلي للمثول أمام الرابطة التي غضت الطرف في السابق عن العديد من التصرفات من لاعبي الفرق الأخرى حسب نص البلاغ الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للفريق.